بتبدأ حكايتنا في عام 1985 وبنشوف مجموعة من الباكستانيين وهم متجمعين في مظاهرة وتجمع كبير، والقائد بتاعهم بيخطب فيهم وبيحمسهم ويقول إن باكستان للباكستانيين بس ومش لازم نسمح للغرباء بالتواجد وتكوين جماعات على أرض باكستان بعد كده. وبيتنقل بينا الفيلم للأسرة البسيطة دي في قرية مبار كبار، والقرية دي فيها عدد كبير جدا من العائلات المعتنقة للديانة الهندوسية. بتظهر لنا الأم برفاصل وأولادها الاثنين، سفاج هو ابن برافات بالتبني والتاني هو ابنه الحقيقي البراغيتي. وبنلاحظ أنشوك إن هو بيقعد على الفجوة وبيكرهه ويغير منه ودايما بيحاول يضايقه وبيسبب له مشاكل، على الرغم إن الأم رفضت تحاول دايما إنها تخلي أسيوط يحب الفجوة ويقرب منه، لكن الحقد والكره ملا نفسه. ولما شفاك بيرجع البيت وهو سعيد وفرحان بيقدم لوالدته فاكهة بمناسبة عيد ميلادها، وأشوب بيقول له إن الفاكهة دي مسروقة، وشفاك بيتصدم من كلامه وبيأكد إن الفاكهة دي ما اتسرقتش، لكن الأم برافات مش بتصدقه وبتضربه، وبنشوفها مبسوطة وفرحانة إن برافات بيضربه. وبتاخد الأم برافات الفاكهة وبتروح ترجعها لصاحب حديقة الفواكه وبتعتذر منه، لكن الراجل بيفاجئها إن هو بنفسه اللي قدم الفاكهة دي لشفاك عشان يشتغل معاه، وبيشكرها على تربيتها ليه وأخلاقه العالية. والأم بتتصدم وبتحزن وبتلوم نفسها إنها ظلمته وصدقت كلام أشوك اللي بيكون قاعد لوحده وحزين على خط البحر. والأم برفاكي بتيجي تحضنه وهي بتعيط وتنهار، وبتعدي الأيام وتمر، وبيساعد أم برازاتي ومهتم بدراسته ومذاكرته ومتفوق فيها على عكس أشوك اللي بيكون فاشل في كل حاجة واللي كل همه في الحياة الحقد عليه ومضايقته. وفي ليلة من الليالي بيجي مجموعة من الباكستانيين المتطرفين على القرية ومضايقتهم وبيشعلوا فيها النار ويحرقوها وعاوزين يقتلوا ويخلصوا على كل رجالة القرية تماما. وأشوك بيفضل ينادي عليهم بدون فايدة. واحد من رجالة القرية بياخدوه معاهم وبيركبوا بيه المركب وبيهربوا من البحر بسرعة، وبرافيتي بتنادي هي كمان بأعلى صوتها لكن من غير فايدة خالص. وبالصدفة أشوك بيلمح حسابها وهو في المركب في البحر مع رجالة القرية، لكنه مش بيقول لأمه، وبيقول لها إن هو سفاجه وهو بيتحرق داخل البيت وبيموت. وهنا الأم بتنهار وبتقع على الأرض وبتصرخ منهارة على موت ورحيل سهاج. وشفاك بيلمح برافاتي وهي على السطح بيحاول ينادي عليها، لكن الراجل بيمنعه علشان ما ينتبهش ليهم. وبيتنقل بين الفيلم لمجموعة من العمال اللي بيشتغلوا في الميناء البحري في الشحن وتفريغ البضائع في ولاد جوجر. واحد اسمه باكس ظهر عليه راجل عصابات بيقدم رشوة للمسؤول الحكومي عن المياه البحرية وعاوز ياخد حقوق العمال اللي بيجيبها من الشغل هنا ويشغلهم لساعات طويلة وبمبلغ قليل. ولما واحد من العمال بيعترض بيقتلوا ابنه قدامه علشان كل العمال يخافوا وينفذوا اوامره. وبنعرف ان الشباب هنا وصلوا وشافوا اصناف من الظلم والتعذيب. وبيعدي كام سنة في الفيلم وخلاص كبر بقى شاب قوي مش قادر يستحمل الظلم اللي بيتعرضوا له اكتر من كده. وفي يوم من الايام على رصيف الميناء بيحصل خلاف بينه وبين رجالة العصابة والمجرمين، وشباك بيتصدى لهم وبيتواجه معاهم بكل قوة وشراسة وبيفضل يضرب فيهم يمين وشمال وبيفتك بيهم كلهم واحد ورا التاني، على الرغم من ان عددهم كتير الا ان مفيش حد فيهم يقدر عليه وما بيكونش قوي جدا وعنده خبرة كبيرة في فنون القتال واساليب الاسلحة والدفاع عن النفس. والرئيس بتاعهم بيهجم على الفجوة وبيضربه برجله في ظهره وبيوجه له لكمات قوية في صدره وبطنه. وسناك بيهجم عليه ويضربه وبيمسك دراعه بقوة وبيكسره وبيضربه ضربة قاضية. بعد كده بيمسك سلسلة كبيرة وبيفضل يضربهم بدون رحمة وبيخلص عليهم ويكمل معركته للنهاية وبيقدر ان هو ينتصر عليهم وكلهم مرميين على رصيف المينا. ولما بيكون هو واتنين زمايله في الشغل بيقفوا على الطريق عايزين يستريحوا شوية، وبتظهر لنا البنت دي واسمها جانا وهي بترقص وتغني في المكان ده مش حلو، وبيدخلوا المكان وبينبسطوا عشان فجأة بتبقى معجبة بيه. وتاني يوم لما بيشوف واحدة ست عامية مع ابنها بيفتكر امه ولحظات ذكرياته السعيدة معاها. وعايزكم تفتكروا الواد وايلي ده عشان هيكون سبب انقلاب احداث الفيلم تماما كمان شوية. ولما بيروح بعد كده هو واصحابه وزمايله في الشغل ويسلموا البضاعة اللي معاهم لواحد اسمه رهاب، ورهاب بياكل عليهم جزء من فلوسهم وحقهم بالبلدي كده، بيقول لهم اشربوا من البحر واللي مش عاجبه يشد في حواجبه ويخبط دماغه في الحيط. وبيكون خلاص شباك جاب اخره وبيتخانق معاه هيدخل في معركة والقتال القوي معاهم، لكن واحد من صحابه اسمه جوتو بيلم الموضوع وبيهدي فجأة وبياخدهم ويمشوا قبل شفار ما يتوتر، وهم عارفينه لما يتوتر يلا السلامة. وعلى شط البحر بيقسموا الفلوس ما بينهم وصاحبه بيتكلم معاه بيقول له ما ينفعش تعمل اللي انت كنت ناوي عليه واحنا في المكان بتاعهم وسط رجالتهم المسلحين. بعد كده بيروح هو وصاحبه فيتو وبيتقابلوا مع الموظف ده وعاوزين يخلصوا اوراق شحن ونقل البضائع، والموظف ده بيطلب منهم ان هم يروحوا المحطة ويجيبوا بنت المأمور سبانة اللي هي جاية النهاردة ويوصلوها للبيت، وطبعا هم بيوافقوا عشان يخلص لهم الورق بتاعهم وبيروحوا لمحطة القطر. وبعد شوية بتوصل سبانة وبيتقابلوا وبياخدوها معاهم عشان يوصلوها البيت في امان، وبتدعوهم لمقابلتها بالليل عشان تشكرهم على اللي عملوا معاها وهم بيوافقوا. وبالليل بيروحوا هم الاتنين لمقابلتها وبيتفاجئوا من المجرمين ورجالة العصابة هناك من رجال رهاب اللي عاوزين يخطفوا سبانة، لكن جودة بيتصدى لهم وبيتقاتل معاهم وبيهربوا منه وبيقدر ينقذ سبانة منهم. وشوية شوية علاقته بسبانة بتتطور وبيخرجوا دايما مع بعض وبيغنوا في كل مكان، وهو سعيد جدا بدأ ينجذب ليها وكمان يحبها وهي كمان كانت بتبادله نفس الشعور.
ومره من المرات اخت واحد من صحابه بتكون في الاتوبيس، بيظهر لنا شوك وهو بيضايقها، بيرش عليها ماده حمراء على هدومها، والبنت بتنزل من الاتوبيس تروح بسرعه على خط تحكي له اللي حصل، والشواك بيكون موجود وبيروحوا كلهم بيقعدوا يدوروا على اللي عمل كده، وبيعرفوا ان هو اشوك اللي عمل كده، وبيفضلوا كلهم يضربوه. بس طبعا ما حدش من الصحاب بيعرف ان هو اشوف واخد شباك بالتبني، لكن اشوف بيكون عارف شباك علشان هو عارف ان هو هرب من سنين، كان بيراقبه دايما لكن مش بيقول حاجه لام بركات اللي لسه لحد دلوقتي مفكره ان هو مات في الحريق. بيغضب لما بيلاقي امه لسه فاكراه بعد السنين دي كلها. بيفهم ان بعد كام يوم بيجي رهاب مع رجالته وبيتقابلوا مع الولد وايلي، بيفضل يرخم عليه ويشتمه لكن هو مش بيرضى بالاهانه ويرد عليه ويسيبه ويمشي. ان الرهاب بيغضب وبيقتل الولد وايلي جد وايلي وكل اهل الحي بيتجمعوا وهم مش مصدقين اللي حصل وازاي رهاب قتل ولد صغير بالطريقه الوحشيه دي. وبيفضل رهاب يلف ويدور مش همه حاجه خالص، وكمان فخور باللي بيعمله. بيهددهم لو حد واقف قصاده او فكر يرد عليه صغير او كبير هيكون مصيره مصير وايلي. وبيوصل لمكانه وبيغضب جدا وبيتحول لوحش كاسر، بيفضل يضرب ويخلص على كل رجاله رهاب قدامه، وبيفضل السفاج يضرب فيه ويكسر ويطحن في عظمه ويفرتكه تماما قدام الكل. واشفك بيكون هنا وحزين جدا، عايز الرهاب هو اللي يتصل ويقتل سفاج لحد ما في النهايه بيخلص عليه ويكسر رقبته ويموته. وبالليل بقى عايز ينتقم من اهل الحي بسبب موته ومقتل دراعه اليمين رهاب، وبيهجم على الاهالي هو ورجالته المسلحين عاوز يخطف الولاد الصغيرين. وبنعرف ان هو بجانب شغله في التهريب والمخدرات بيشتغل في تجاره البشر والعبيد. وهنا بيوصل فجوه وبيشوف زيته وهو مقتول وغرقان في دمه ومرمى على الارض وفاس مغروس في ظهره، بيقف وعينيه بتطق شرار وخلاص ناوي على الانتقام. وواحد من رجاله باجي بيهجم عليه ويضربه ضربه واحده بالفاس في ظهره وبيخلص عليه، وبيقف مش مصدق اللي بيحصل وازاي حد يتجرأ ويعمل كده. وكل واحد من الرجاله بيهجم عليه وبيضربه ضربه واحده وبيقسمه نصين لحد لما بيوصل للباقي وبيضغطهم بقوه مع بعض زي ما احنا شايفين كده. وبيضرب فجأة ضربه قويه وبيزرع الفك في بطنه وبيقتله ويخلص عليه. بيقتحم شاك مكتب ومقر رئيس المدينه وهو بيتسحب وبيجر وراه من رجله على الارض وبيرميه لرئيس المدينه عشان هو في الاصل متواطئ مع باجي وشريك معاه في كل الجرائم اللي بيعملها خارج القانون. بيخرج السجناء للخارج كل الناس وبيخطب فيهم انه مش لازم يسمحوا لحد يعتدي عليهم وعلى حقوقهم، ولازم يتعاونوا عشان ينضفوا المدينه من الاجرام والمجرمين والقتله. والناس كلها بتبدا تهتف باسم شطرباطي، هو صوره هنديه لمقاتل ومحارب اسطوري حارب الظلم والفساد عشان ينشر الخير والعدل والمساواه. توك بيكون هنا بيحط ايده على ودانه ومتضايق جدا من هتافات الناس. حط اسم شطرباطي على المباج هو اللي بيتولى المسؤوليه. بيبدا في تطوير المدينه، بيضرب بيت من حديد على الخارجين على القانون. المدينه بدات تتغير وتتحسن للافضل بكتير. وهنا بيظهر لنا اخو باجي هو هاربي وبيكون مسجون، هو مجرم اكبر مليون مره من باجي. طبعا بيقسم بالانتقام من ساك. وبعد كام يوم بيكون في اجتماع لسفاك مع اهل المدينه كلهم وهم مستنيينه عشان يستقبلوه. لما بيوصل مع اصحابه اول ما ينزل من العربيه بيظهر مجموعه مسلحين من رجاله بهاربي عاوزين يغتالوه، كانهم بيقدروا يصدوا الهجوم بتاعهم والمسلحين بيهربوا والشفاك واللي معاه بيطاردوهم وبيقتلوا كام واحد منهم. ويشوف بيتقابل مع واحد منهم قاعد بهرافي ودراعه اليمين واسمه بابو، واشوف بيقول لهم انا اقدر اوصله لكم واخليكم تخلصوا عليه، وانا لو عليا عايز اقتله اكتر منكم النهارده قبل بكره. بعد كده بيروح يشوف قدامه فجأة اصدقائه بيوطي على الارض وبيعتزل اخت صح والبنت بتصرخ وبيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه. وبيتدخل اشفق وبيبعدهم عنه وبيبكي دموع تماسيح خداعه. بيقول لهم انا جاي اكد على اللي عملته وانا شاب متعلم وضميري بيأنبني يوم ما عملت كده وعاوزها تسامحني، وانه شغال عنده عشان يقدر يصرف على امه المريضه. وطبعا بيصعب عليهم وبيوافق. كده خطته بتنجح وبيشتغل معاهم وبيعرف كل صغيره وكبيره عن تحركات سفاج. وبعد كام يوم بيعرف ان سفاجه هيخرج مع حبيبته في مشوار كده وبيبلغ باباه عشان يقتله. كان شباك وسبان في العربيه على الطريق، تظهر عربيات كتير وموتوسيكلات عايزين يوقعوه من فوق الجبل، لكن قوه قلب الساج بتخليه يواجههم معاهم في مطارده ومواجهه فوريه بالعربيات. وبيفضل سفاج يوقع فيهم عربيه ورا الثانيه من فوق الجبل للبحر، لكن القدره تغلب الشجاعه. وبابا بيمسك سينيا وبيحط خنجر على رقبتها وبقى الرجاله بيمسكوا سفاج. وفجاه سفاج بيضربهم، بيهجم على بابا بيضربه بقوه وبيكمل قتال مع باقي المجرمين وبيخلص عليهم. بيقتل هنا كريستيانو وايلو بيرن في جيبه، بيتصدم لما بيعرف ان هو اللي بيتصل وانه شغال مع المجرمين. وبيرجع فورا بيقتحم المكتب علشان يشوف، مش بيلاقيه موجود على المكتب. وشويه وبيشوفه تحت المكتب ماسك مسدس. اتصل بام برغوت وبيقول لها ان البطل شطرباطي عايز يقتله وبيضربها بالنار. طرف الشفاك بكل حاجه، بيقول له طالما ما عرفتش احميك من عقل وقلب امي برافاتي وانا عايش هعمل كده وانا ميت. وبيضرب نفسه بالنار. طلع فعلا عنده عقده نفسيه من حب امه. وساك كانت فاكراه بيستهبل ويستعبط طول الفيلم. بينقلوا المستشفى وبيعملوا له اللازم وبيتم انقاذه. وبيحكي لاصحابه كل حاجه. وبيكون بهرجه خرج من السجن ورجع تاني للشغل، الشغل الشمال الممنوع بتاعهم. واسود بينضم ليه وبيشتغل معاه وبيبقى غني جدا. وبعد مده اسود بيروح يتقابل مع ساج وبيدعوه لزيارته في القصر الجديد بتاعه. وشافكي بيوافق علشان هو نفسه يروح يشوف امه قريب. ولما بيروح هناك بيلاقيهم حاطين صورته وهو صغير وبيكون شويه متاثر لكن مش بيتكلم ولا بيقول اي حاجه. وبعد كام يوم الغاب الاسود بيخلي بهرام يتقابل مع امه برافاتي وبيقدموا له على ان هو رجال الاعمال اللي بيشتغل معاه. وبهرام بياخد امه ويستخبى بيها في مستودع
مستودع من المستودعات بتاعته علشان هو خلاص هيقتل الفجو ويخلص عليه. ولما سفاك بيتقابل مع بهرج بيعرف ان اخوه باجي، لكن اشوك بيهرب وياخد امه معاه، بيسمع كلام بهراوي وبيروح لمستودع من مستودعاته. بيروح بعد كده بهرج وبيتقابل مع شوا ويفضل يضربه ويقول له انت صدقت ان ممكن اخلي واحد زيك دراع اليمين؟ انا عملت كده بس عشان اقتلك، وبعد كده هخليه يحصلكم واقتله. وبيربطه ويعلقه ويرفعه لفوق. هنا بيظهر بطن السفاك وبينزل لتحت يفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني من غير رحمه ولا شفقه. هم اصلا ما يستاهلوش ولا رحمه ولا شفقه. اللي بيقف قصاده بيخلص عليه في الحال وبيفضل يقتل فيهم لحد اخر نفس، وفي النهايه بيخلص عليه. بياخد امه واشوفه وبيخرجوا من هنا وبينجح في انقاذهم. ورافيتي بتكون سعيده وفرحانه جدا لما بتعرف ان سراج لسه عايش، واشوب بيعتذر لها على كل حاجه عملها معاها، وبيتجمعوا كلهم مع بعض ويعيشوا حياه سعيده جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيلم. ومننساش الاشتراك في القناه واللايك والشير. الملخص مع اصحابك، واكتب لنا رايك في الملخص في التعليقات تحت الفيديو.